يعني حجم البيزنس او الابلكيشنز او التطبيق اللي انت بتعمله ما هوش محتاج قوه بتاعت حاجه زي الالجوريزم ده. الالجوريزم بيستخدم في البيزنس الكبير، يعني مثلا انت بتعمل مثلا تطبيق او ابلكيشن هيخدم على بنك، تمام؟ فحاجه زي البنوك دي حاجه فيها فلوس، فالالجوريزم بالنسبه لك هيبقى مهم جدا عشان هيقعد يقول لك على خطوات من السكيورتي. يعني مثلا قبل ما تيجي اي عمليه، يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، وارد جدا يكون اي حد فيكم راح للمكنه الاي تي ام وحط الكارت وعمل انه عاوز يسحب ال 5000 جنيه مثلا، وجات له رساله الخصم والفلوس ما طلعتلوش من المكنه. حلو، جات له رساله الخصم والفلوس ما طلعتلوش من المكنه، ودي حاجه بتحصل كتير جدا مع كذا حد في اكتر من بنك، بيكون في مثلا مشكله في المكنه فالفلوس ما بتطلعش. في البيزنس بقى او في التطبيق او في الكود اللي مكتوب في التطبيق بتاع البنك، ان هو مثلا ايه بيكتب بقى، بيشيك على كل حاجه. رقم واحد، اتاكد ان تم خصم الفلوس من الرصيد كذا. رقم اتنين، اتاكد ان الفلوس طلعت. رقم ثلاثه، هات بقى الرصيد اللي فاضل. يعني مثلا هفترض ان البنك كان فيه 1000 جنيه وانت بتسحب 100 جنيه. شوف كده ال 100 جنيه كده، اعمل شيك شوف فاضل كام في حساب البنك. لازم يبقى فاضل في حساب البنك كام؟ 900. لان لو فاضل اكتر من 900 معناها ان الفلوس ديت ما اتخصمتش، ومعناها ان انت جات لك الرساله بس الفلوس ما طلعتلكش. في حاله زي كده هنا بتيجي قوه الالجوريزم او الخوارزميه، ان انت عندك خطوات لازم تطبقها وتعملها. احنا لما بنشرح الالجوريزم ونقول تعمل سندوتش جبنه او تحضر كوبايه شاي، فده مثال بسيط عشان تفهم الكونسبت او الفكره او ما وراء الالجوريزم. لكن الالجوريزم حقيقه في البيزنس وفي الشركات الكبيره والشركات العملاقه بتبقى خطوات مثلا من السكيورتي والسيفتي والفاليديشن والتشيك. ان انا زدت لك حاجه مثلا زي الفلوس وزي البنك، ده ابسط مثال. انا حساب البنك كله فيه 1000 جنيه، جت عمليه ان واحد عاوز يسحب 100 جنيه، خلاص بعت له رساله انه تم خصم ال 100 جنيه. قبل ما اكمل الدنيا واكمل الحياه لازم انا اعمل تشيك واروح ادور واشوف فاضل في البنك اصلا كام، عشان لو فاضل اي رقم غير ال 900 يبقى انا كده عندي مشكله. لو فاضل اقل من 900 يبقى اكتر من 100 جنيه. لو فاضل اكتر من 900، لو فاضل ال 1000 زي ما هي مثلا، الكلام دوت معناه ان الراجل ده ما سحبش ال 100 جنيه بتاعته اصلا. فانا عاوزك تفهم الالجوريزم ككونسبت، عاوزك تفهم الالجوريزم ككونسبت، ما تضايقش دماغك معاه على الامثله الصغيره اللي احنا اتكلمنا فيها. الالجوريزم ده يا جماعه مجموعه من الخطوات، مجموعه من السيتنجز، كتالوج. كتالوج بتمشي عليه، لو انت عاوز توصل لكذا امشي على خطوات 1 2 3 4 5. الالجوريزم في الشركات الكبيره بيجي لك بقى الجوريزم من تيم البيزنس او السيستم اناليسيس اللي بيحلل النظام، ويقول لك انت محتاج تعمل 1 2 3 4 5 6. وزي ما قلت لك بيكون في الشركات الكبيره اللي بتعمل منتج كبير. وخليك فاهم ان مش كل شركات البرمجه بتعمل منتجات كبيره. في شركات برمجه موجوده بس عشان تعمل ويب سايت لسنتر كورسات، ويب سايت لمستشفى، ويب سايت لاداره سوبر ماركت، ويب سايت او موقع زي الكاشير اللي موجود في المطاعم. ده بيزنس او ده ابلكيشن اللي هي اوت بوت ديفايسز. واضح كده من وحدات الاخراج ديت اللي هي الداتا بقى والبيانات هتطلع لي عليها. اشهر حاجه الشاشه. انا مثلا لما اعمل اضغط دبل كليك على ايقونه فيفا، الفيفا تشتغل وتطلع لي في الشاشه، وهيطلع لي صوت من السماعه. ولو انا عندي برينتر طبعه وعاوز اطبع الصوره اللي انا دخلتها من الانبوت ديفايسز، اقدر اطبعها من البرينتر. عشان كده الهاردوير اول جزئين منه وحدات الادخال، وهي الحاجات اللي انا بستخدمها عشان ادخل داتا للكمبيوتر زي كيبورد، ماوس، سكانر، اتسترا الى اخره. واوت بوت ديفايسز، الوحدات اللي الناتج بتاع الكمبيوتر بيخرج لي من خلالها على الشاشه، او صوت على السماعه، او طباعه في ورقه لو انا بعمل برنتنج. وقلنا ان الجزء الثالث والخطير والمهم قوي في الهاردوير بقى هو اهم حاجه فيه اللي هي البروسيسور او السي بي يو. السي بي يو اللي احنا مجازا بنقول عليها الكيسه. يعني لو حد عنده ديسك توب فيبقى فيه شاشه، مش عنده لابتوب يعني ديسك توب بيبقى فيه شاشه ويبقى فيه جنبها الكيسه. الكيسه ديت علميا المفروض ان اسمها سي بي يو، اختصار لي سنترال بروسيسنج يونت، او وحده المعالجه المركزيه.
السنترال بروسيسنج يونت. طيب بيكون موجود فيها ايه السنترال بروسيسنج يونت ديت؟ بيكون موجود فيها 3 حاجات. بيكون موجود فيها البطل بتاعنا اللي هو البروسيسور، وده احنا ممكن نسميه العقل بتاع الكمبيوتر، لان ده اللي بيعمل معالجه للعمليات اللي احنا عاوزينها. لما نتكلم اكتر في البرمجه هنعرف ان احنا اصلا هدف من البرمجه دي كلها ان احنا عاوزين الكمبيوتر يعمل لنا بروسيسنج او عمليه على شويه بيانات. فالبروسيسنج ديت اللي هيعملها هو البروسيسور. واتكلمنا عن انواع البروسيسورز بدايه من الانتل، وبعد كده الديوال كور اللي هو فيه نواتين، فبالتالي بدل ما بيعمل 5 تاسكات لا يقدر يعمل 10 تاسكات، لان في يعني تاسك يعني مهمه بدل ما بيعمل 5 مهام يقدر يعمل 10 مهام، لان هو ديوال في يعني في نواتين. وبقى في الاي 3 اللي هم في 3 انويه يقدر يشتغل لك ان بارل، وفي الاي 5 وفي الاي 7 وفي حاليا الاي 9. ده البروسيسور. وقلنا برضو اللي موجود في وحده المعالجه المركزيه حاجتين مهمين جدا، حاجه مهمه قوي اسمها الرام، وهنتكلم عنها شويه بالتفصيل كريفيو. والرام ديت ببساطه اختصار دي عباره عن ذاكره في الغالب بتكون صغيره مش كبيره. لما اجي اشغل اي حاجه في ملفات بتتخزن ليها في الرام دي، فلما اشغل حاجه هتاخد جزء، لما اشغل حاجه تانية هتاخد جزء. لو جيت اشغل حاجه ثالثه والرام ديت كانت اتملت فكده الكمبيوتر هيبدا يهنج او يبقى فيه لاج. وهشرح الرام دلوقتي ان ديتيلز بالتفصيل. وفي حاجه تانية اسمها الروم ده باختصار للريد اونلي ميموري، اللي احنا بنعبر عنها بالهارد ديسك. ايه الهارد ديسك دوت؟ اي كمبيوتر وانت بتشتري الكمبيوتر بيقول لك والله الهارد بتاعه 250 500 750 1000 جيجا. فديت المساحه التخزينيه الفعليه بتاع الجهاز الكمبيوتر الموجود عندك ده. والهارد ديسك دوت بيتصنف من الروم. طب ايه هي الروم ديت؟ الداتا اللي موجوده على الهارد ديسك ديت داتا دائمه. يعني وانا مشغل الكمبيوتر وانا حاطط هنا افلام والعاب وكورسات وكتب، لو انا مشغل الكمبيوتر والكهرباء فصلت وجيت اشغل الكمبيوتر تاني هدخل الاقي نفس البيانات ديت موجوده زي ما هي، لان هي متخزنه في الذاكره الدائمه. لكن لو انا كنت فاتح كتاب او فاتح الفوتوشوب وبعمل ديزاين والكهرباء قطعت، لما الجهاز يشتغل تاني مش هلاقي الفوتوشوب ولا هلاقي الكتاب مفتوحين. ليه؟ لان هم لما يجي يتفتحوا بيتحط لهم بيانات بشكل مؤقت في الذاكره اللي هي الراندوم اكسس اللي بيسموها ذاكره الوصول العشوائي. فاحنا دلوقتي تاني قلنا كمبيوتر انبوت ديفايسز واوتبوت ديفايسز، دول خلاص سهلين وواضحين. والقطعه الثالثه في الكمبيوتر اللي احنا بنسميها الكيسه اسمها سي بي يو، اختصار لسنترال بروسيسنج يونت او وحده المعالجه المركزيه. وديت فيها الرامات، والرامات ديت هنتكلم عنها زي ما قلنا، وديت عباره عن ذاكره بيتحط فيها ملفات خاصه بالبرنامج وهو شغال. والروم اللي هي الذاكره الدائمه وبتتمثل في الهارد ديسك اللي انا بحط عليه الداتا بتاعتي والبيانات بتاعتي. وطبعا البروسيسور اللي هو المعالج اللي هو بيعالج اي اوامر بتجيله عشان يطلع الاوتبوت. يعني من الاخر احنا ممكن نعتمد ان هنا موجود الانبوت ديفايسز، هنا موجود البروسيسور، وهنا موجود الاوتبوت ديفايسز. الاوتبوت ديفايسز والله انا مثلا عندي لعبه الفيفا موجوده هنا في الهارد ديسك، ديت السي بي يو بتاعي. فانا عندي لعبه الفيفا موجوده هنا في الهارد ديسك من خلال الانبوت ديفايسز، مثلا الماوس من الانبوت ديفايسز. انا بالماوس ضغطت دبل كليك على لعبه الفيفا، البروسيسور هيعالج الامر دوت ويشغلها وتطلع لي على الاوتبوت ديفايس اللي هي هتكون ايه في الحاله بتاعتي بالظبط، المونيتور او السكرين اللي هي الشاشه. والصوت برضه هيطلع لي في السماعه. فالكمبيوتر بالنسبه لي عباره عن اوتبوت، بدخل داتا او بدخل بيانات او بعمل اكشنز وبتتم معالجتها في البروسيسور اللي هي القصه بتاعتنا كلها في البروسيسور دوت، وبتخرج لنا من خلال الاوتبوت ديفايس. ده كان ريكاب سريع خالص عن اللي احنا اخدناه في المحاضره اللي فاتت. لحد هنا حد عنده اي سؤال او اي استفسار قبل ما نخش على النقطه اللي بعدها؟ تمام اكمل. يا أستاذنا، ليه استفسار اتفضل بس بشكل عام. هو اتفضل. ال هو مثلا لما حد بيتعامل مثلا مع الشركات مثلا لازم يكون متقن انجليزي، اللي بيشتغلوا في الشركات دول لازم أن يكون متقن ايه؟ انجليزي. اه الانجليش. طيب
ده سؤال سابق لأوانه شوية، بس خليني أجاوبك عليه. أنت طبعًا محتاج تبقى كويس في الإنجليش، بس مش شرط تبقى perfect، يعني مش شرط تبقى أنت الperfect في الإنجليش، بس لازمًا تكون كويس في الإنجليش علشان لمّا تيجي تذاكر أصلًا هتخش تذاكر من الdocumentation بتاع لغة البرمجة من على الموقع بتاعها، وهي بتنزل بالإنجليش، أو لمّا تيجي تتفرج على كورس ممكن ما تلاقيش الكورس اللي أنت حافظه بالعربي، فهتتفرج عليه بالإنجليش. فبالتالي أنت محتاج تبقى كويس في الإنجليش، بس مش شرط تبقى خطير، مش لازمًا تبقى متمكن من الإنجليش، بس لازمًا تكون at least بتفهم إنجليش، لكن مش شرط تبقى خطير. وفي أوقات تانية الظروف هتحكم عليك. أنا واحد زيي مثلًا باشتغل في شركة ما فيهاش عرب، فأنا اللي أنا شغال معاهم كلّهم أصلًا ما بيتكلموش عربي، هم ليهم لغة خاصة بيهم، هم من باكستان بيتكلموا لغة اسمها الأوردو، وأنا باتكلم عربي، فالتواصل بيننا بيكون بلغة إيه، الإنجليش. فأنا في الحالة ديّة غصبٍ عنّك وبالممارسة كده وكل يوم بتتعامل بالإنجليش هتلاقي نفْسك كويس في الإنجليش. فالإنجليش دوّة بالذات ما تفتكرش إن هو ممكن يبقى عقبة بالنسبة لك، أنت محتاج تبقى كويس بس في الإنجليش، إن أنت تعرف لو حد بيتكلم تفهمه، لو دخلت تقرا مقال أو تشوف كتاب تفهمه، وبعد كده أنت بالممارسة والتعامل في المجال ده هتلاقي نفْسك بقيت كويس في الإنجليش أصلًا، لإن المفاهيم بتاع لغة البرمجة وبتاع الحاسب الآلي كلّها بالإنجليش، وأبسط إنها تتقال بالإنجليش. يعني مثلًا الرام ديّة اللي هي الrandom access memory اسمها بالعربي ذاكرة الوصول العشوائي، اسم تقيل جدًا، أو الCPU. بالنسبة لك بالإنجليش أسهل تقول CPU، لكن بالعربي هي وحدة المعالجة المركزية. لمّا نخش مثلًا في البرمجة لو حد فيكم كان بينزّل مثلًا الVisual Studio Code، الVisual Studio Code ده اسمه إيه IDE اللي هي Integrated Development Environment أو بيئة التطوير المتكاملة. فأنت أصلًا المصطلحات بتاعة البرمجة معظمها بالإنجليش، وأسهل لك تتعامل معاها بالإنجليش. فالإنجليش دوّة حاجة من الحاجات اللي أنت ما تشيلش هَمّها، طالما أنت دخلت المجال هتبدأ تحتك بالإنجليش وتتعلم فيه. تمام؟ تمام يا أستاذنا. تمام. وهاقول لك برضه على حاجة يعني هي لسه بدري عليها شوية بس لعلمك، أنت لمّا تخلّص كُلّيتك أو جامعتك وتتعلم البرمجة بتاعتك وتروح تقدّم في شركة، الشركة اللي أنت رايح تقدّم فيها دول هم ناس بيفهموا وعارفين كويس أوي هم عاوزين إيه. يعني أنت ممكن تروح شركة وأنت شايف إن أنت مش كويس وتلاقيهم قبلوك، هل ده معناه إن هم هُبل مش فاهمين حاجة؟ لأ، هم عاوزين منّك حاجة معيّنة أنت ممكن تكون مش مُدرك أصلًا إن الحاجة ديّة موجودة عندك. يعني مثلًا ممكن تكون أنت رايح تقدّم وحاسس إن أنت ما أنتاش أقوى حاجة ومش مذاكر كويس، بس هو سألك في حاجة و2 و3 و4 وأنت جاوبت، والحاجات ديّة بالنسبة له basics، يعني أساسيات يتبني عليها أي حاجة. فطالما هو فاهم الحاجة ديّة خلاص، طالما هو فاهم الحاجة ديّة خلاص. علشان كده في حتّة الشركات والشغل وما إلى ذلك، أنت عندك منتج أو عندك بضاعة رايح تبيعها، واللي بيشتري منّك دوّة صاحب business ما هواش أهبل، هو قادر كويس أوي يعرف هو هيستفيد منّك إزاي. فالشركات ممكن شركة تبقى أنت ضعيف جدًا في الإنجليش ويقبلوك، ليه؟ لإن هم مثلًا الteam بتاعهم كلّه عربي، الteam بتاعهم كلّه ما فيش تعامل بالإنجليش، وفي نفس الوقت المنتج اللي بيعملوه أصلًا بالعربي، فما فيش مشاكل خالص إن هو يجيب واحد ضعيف في الإنجليش. لكن مثلًا لو أنت هتشتغل في شركة من الشركات الmultinational اللي هي ليها فروع في كذا دولة في العالم، وأنت بتعمل الinterview أصلًا بيعملوا لنا interview English، بيعملوا لك interview English وinterview HR، وبعد كده يعملوا لك interview technical. يعني قبل ما يشوفك أنت كويس في البرمجة أصلًا وبتعرف تكتب كود كويس والّا لأ، هو بيشوفك أنت أصلًا بتتكلم English كويس، ويشوفك أنت الattitude بتاعك أو السلوك بتاعك عامل إزاي في الinterview بتاع الHR. بس دوّة في إيه، في الشركات الmultinational، الشركات الكبيرة اللي هي مش كتير. في مثال لطيف كنا شرحناه في نهاية الsession اللي فاتت، كان بيوضّح التعامل ما بين الhard disk وما بين الprocessor وما بين الرام. قال لك يا صديقي اعتبر إن أنت عندك تلاجة، تمام؟ التلاجة ديّة فيها حاجات كتير، لحمة، فراخ، سمك، حاجات كتير. التلاجة ديّة اعتبرها هي الhard disk بتاع الكمبيوتر بتاعك، تمام؟ تمام. واعتبر إن في هنا ترابيزة تحضير طعام، طاولة تحضير طعام، ترابيزة تحضير طعام، وفي هنا شخص واقف في النُص ده الchef.
الشيف دوت المفروض ان هو بيطلع من الثلاجه ويبدا يطبخ الحاجه اللي طلعها، تمام. فدلوقتي مثلا هو خلاص هيطلع الفراخ، فبياخد الفراخ يحطها على طاوله التحضير، خدت مثلا تلتها، وبعد كده عاوز يعمل لحمه كمان، هياخد اللحمه يحطها على طاوله التحضير، فخدت مثلا التلات ارباع الباقيين. طب لو هو عاوز يطلع صنف ثالث يعمله، هو برضه محتاج ياخده يحطه على طاوله تحضير الطعام دي، بس في الحاله ديت هيلاقيها هي بالفعل هي اوريدي مليانه. طاوله تحضير الطعام ديت هي الرام. انا قلت لكم لما الحاجات اللي موجوده عند الجهاز تبدا يشتغل، مثلا انا هعتبر دوت الفيفا ودوت اغاني ودوت فيلم ودوت كورس ودوت كتاب، اي حاجه من دول لما اجي اشغلها بيتحمل لها مجموعه من الفايلات في الرام، بتاخد جزء من الرام. فبالتالي الرام اللي هي الراندوم اكسس ميموري بتاثر جدا جدا على سرعه الجهاز بشكل عام، لان هي كل ما كانت اكبر كل ما كان هو عنده القدره ان هو يشغل اكتر من حاجه مع بعض في نفس الوقت. الصوره ديت بتوضح ببساطه واختصار الهارد ديسك اللي هي الذاكره بتاعتي، الذاكره الدائمه. ايه المقصود بالذاكره الدائمه؟ يعني هي البيانات الموجوده على الجهاز بتاعي واللي مش هتروح في حته، ولو الكهرباء قطعت هرجع الاقيها موجوده تاني. والرام ديت الترابيزه اللي بنحضر عليها الاكل، وديت اي برنامج او اي حاجه بتشتغل بتاخد جزء من الرام. والشيف ده بقى هو مين؟ ده البروسيسور، ده المعالج اللي بيسحب من الهارد ديسك اللي هو الثلاجه ويستخدم طاوله تحضير الطعام علشان يحضر الحاجه دي. ده مثال بيوضح لك اكتر. احنا دلوقتي بقينا قادرين نشوف الكمبيوتر بمنظور مختلف، بقينا قادرين نشوف الكمبيوتر بمنظور مختلف. بقيت قادر اشوف ان الكمبيوتر دوت عباره عن مجموعه من وحدات الادخال ومجموعه من وحدات الاخراج، وبقيت ببص على السي بي يو اللي هي السنترال بروسيسنج يونت او وحده المعالجه المركزيه. بقيت عارف ان ده جواها ثلاث اجزاء رئيسيه. الثلاث اجزاء الرئيسيه اللي هي الروم اللي هي الذاكره الدائمه ومتمثله في الهارد ديسك اللي عليه الداتا والبيانات بتاعتي اللي هتفضل موجوده، ومتمثله في الرام اللي هي اي برنامج هيجي يشتغل هيتحط فيه جزء هنا في الرام، ومتمثله في البروسيسور اللي هو جايه من اسمه بروسيسور بالعربي يعني معالج، اللي هو بيعمل ايه؟ بيعالج البيانات اللي موجوده اللي هي موجوده في الهارد ديسك. ده الكمبيوتر بتاعنا اللي احنا خلاص بقى اتكلمنا بيتكون من ايه وجواه ايه. بعد ما كونا الكمبيوتر وجبنا الانبوت ديفايسز بتاعته وجبنا الاوتبوت ديفايسز بتاعته، انا بقى موجود هنا. انا مستخدم، انا مستخدم عاوز استخدم جهاز الكمبيوتر ده، عاوز استخدم جهاز الكمبيوتر ده. انا بقى هتعامل مع جهاز الكمبيوتر دوت ازاي؟ علشان انا اتعامل مع حد لازم أنا اكون بعرف اتكلم اللغه بتاعته وهو بيعرف يتكلم اللغه بتاعتي. يعني انت بتتكلم عربي وانا بتكلم عربي فاحنا ممكن نتفاهم. طيب ايه المشكله؟ المشكله هنا ان الكمبيوتر دوت احنا قلنا العقل بتاعه اللي هو ايه؟ البروسيسور. طب البروسيسور دوت بيفهم ايه؟ عربي ولا انجليش ولا هندي ولا؟ البروسيسور بيفهم حاجه واحده بس، لغه اسمها لغه الاله اللي هي بالانجلش الماشين لانجوج. لغه الاله، لغه الاله. البروسيسور مش بيفهم غير حاجه واحده بس اللي هي لغه الاله. طب لغه الاله دي بتتكون من كام حرف ولا بتتكون من كام رقم ولا بتتكون من ايه؟ بتتكون من رقمين اتنين، 0 و1. 0 و1. 1 ديت بتعبر عن الاون اللي هو شغال، و0 بتعبر عن الاوف. فدلوقتي البروسيسور اللي موجود جوه جهاز الكمبيوتر، جوه جهاز الكمبيوتر دوت ما بيفهمش غير الماشين لانجوج اللي هي لغه الاله اللي هي زيروز وونز بس. لانه اصلا البروسيسور عباره عن زي ما احنا قلنا امبارح، المذر بورد عباره عن شريحه، شريحه متركب عليها مجموعه من التشيبات، فهو اصلا حاجه قطعه كهربائيه فيزيكال ما تفهمش غير 0 و1. وانا هنا بتكلم عربي انجليش هندي ايطالي ايا كان مش فارق. فانا بعد الكمبيوتر بكون محتاج بقى لايه؟ بكون محتاج لوسيط بيني انا كمستخدم وما بين الكمبيوتر دوت. الوسيط دوت بيكون ايه؟ او اس اختصار لي اوبريتنج سيستم اللي هي بالعربي ايه؟
نظام التشغيل. نظام التشغيل يعني انا بعد ما بجمع جهاز الكمبيوتر بتاعي، اول حاجه كنت اعملها ان انا اروح لسايبر او شركه كمبيوتر، واقول له انا عاوز انزل عليه نظام تشغيل، عاوز انزل عليه مثلا فور اكزامبل ويندوز. طيب ايه بقى فايده نظام التشغيل او فايده الويندوز دوت؟ زي ما قلنا انا راجل بتكلم عربي وانجليش بس، وده واحد بيتكلم ماشين لانجوج، فانا مش هعرف اكتب له ماشين لانجوج، مش هعرف اكتب له لغه آلة، مش هعرف اكتب له صفر وواحد. لان مثلا ممكن يكون رقم 6 في لغه الاله بتساوي مثلا 0 0 1 0 0، ممكن يكون رقم 17 بتساوي 0 0 0 1. انا مش هعرف اعمل الكلام ده كله، فبيجي لي بقى الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل ده بيعمل لي واجهه مستخدم. نظام التشغيل دوت بيقدم لي واجهه المستخدم. ايه هي واجهه المستخدم؟ انت لما جيت تشغل الفيفا شغلتها ازاي؟ انت لقيت عندك فايل مكتوب عليه فيفا دوت اي اكس اي، رحت انت عامل عليه دبل كليك، ضغطه مزدوجه، انت عملت دبل كليك، الاوبريتنج سيستم دوت بقى خد الدبل كليك ديت وخد الملف دوت وخد البيانات دي كلها وقدر يوصلها للبروسيسور على هيئه لغه الاله اللي هو بيفهمها، اللي هي 0 1. يا فالاوبريتنج سيستم، استاذنا ليه سؤال بس ليك. اتفضل. هو هو واجهات المستخدم اللي هي الموجوده دي، زي مثلا على لينكس، اكس اف سي وجنوم والحاجات اللي زي دي، هل بيكون مثلا موجود مثلا مكان اللي هي الفولدرات موجوده بس الشكل الخارجي بس هو اللي مش موجود؟ هو واجهه المستخدم ديت مبدئيا مقصود بيها الويندو اللي بتظهر لك لو انت فاتح ويندوز وشفت صوره كده فيها الفايلات والفولدرات، دي اسمها واجهه المستخدم. وانظمه التشغيل زمان، لو حد فيكم يسمع نظام تشغيل يعني صعب تكون تسمع عنه، نظام تشغيل اسمه دوس، حد يسمع عنه؟ انا سمعت قبل كده. طيب الدوس ده بقى يا صديقي ما كانش فيه واجهه مستخدم اصلا، يعني ما كانش عندك الدوس، ما كانش فيه ماوس. اوبريتنج سيستم الدوس يا شباب ما كانش فيه ماوس، وكنت اما اجي افتح الكمبيوتر بيظهر لي شاشه سوداء، واي حاجه بنفذها بتبقى عباره عن امر بكتبه بالكيبورد. يعني مثلا انا عاوز افتح الكتاب اللي موجود في الدي واسمه بروجرامنج، كنت بكتب الامر دوت على سكرين سوداء كده زي بتاعت الهاكرز، اكتب امر اللي هو انت ايه اوبن كذا وليست الفايل كذا. فالدوس اصلا ما كانش فيه واجهه مستخدم، ما كانش فيه ماوس. يعني المستخدم بتاع الدوس، اليوزر اللي بيستخدم نظام تشغيل الدوس، ما كانش بيمسك ماوس ويروح يضغط بيه على حاجه، مش هو ده الكلام ده. فديت واجهه المستخدم، من احد المميزات اللي بيعملها لي اوبريتنج سيستم ان هو بيضيف لي واجهه مستخدم سهله. انت مثلا عاوز تشوف الصور اللي عندك كلها، فضغطت دبل كليك ضغطه مزدوجه على الفولدر، ففتح لك الصور اللي جواه كلها. فدوت الاوبريتنج سيستم بيسهله لك. وزي ما قلت لك قبل الويندوز، بص ده اصلا كان بتاع مايكروسوفت برضه بالمناسبه، وده كان موجود قبل الويندوز على فكره. ده لما كان موجود ما كانش في واجهه مستخدم اصلا. فده كده الاوبريتنج سيستم. فائده الاوبريتنج سيستم ايه؟ ان هو بيعمل كوسيط بيني كاند يوزر. اند يوزر ديت شباب اللي هي كلمه المستخدم او العميل او الشخص اللي هيستخدم حاجه، وبنسميها اند يوزر عشان انت ايه المستخدم النهائي. يعني انت مش بس يوزر، انت المستخدم النهائي. تمام؟ طيب الحته ديت في اي اسئله؟ في اي حد مش واضحه قدامه حاجه؟ في حد يستفسر عن حاجه زياده؟ يا استاذنا انا كنت برضك عاوز اسال عن لغه السيمبل. لغه الاسمبلي. طيب هي ضبط هي اول لغه برمجه موجوده تقريبا، صح؟ صح. طيب خليني هي بقى اوضحها لك. خليني اقول لك لغه الاسمبلي دي فين اصلا. في صفحه جديده. ده البروسيسور بتاعي، تمام، وده الاوبريتنج سيستم بتاعي. انا قلت لك الاوبريتنج سيستم بيحول الحاجه اللي انت بتعملها للغه الاله زيروز وانز، بس بصراحه الكلام ده ما بيحصلش بشكل مباشر. في لاير موجوده هنا في النص، هو بيحول من اللغه بتاعتنا اللي هي الهاي ليفل دي للاسمبلي، وبعد كده الاسمبلي ديت هي تتحول للماشين لانجوج. والاسمبلي ديت كورس اي حد هيخش حاسبات هندسه علوم حاسب لازم هيدرس اسمبلي في اول سنه له في الكليه.
او في سنه تانية لو المحتوى بتاعها متقدم شويه. فلغه الاسمبلي ديت هي لغه اعلى شويه من لغه الزيروز والونز، والاوبريتنج سيستم الداتا بتاعته مش بتتحول للغه الماشين لانجوج على طول، بتعدي في النص على الاسمبلي. بس احنا في الغالب في التمهيد ما بنذكرش الحته ديت علشان ما نعقدش الموضوع. يعني الاسمبلي موجوده هنا، فانا بدل ما اقول لك روبوتنج سيستم بيحول من كذا لحد اسمبلي، والاسمبلي تتحول للماشين لانجوج، لا انت كفايه جدا بالنسبه لك في المرحله ديت من دراستك ان انت تعرف ان الاو اس دوت الهدف في النهايه ان انا الاوامر اللي بديها له هو بيحولها للماشين لانجوج. قبل الماشين لانجوج بتعدي على ايه؟ اوكي، ديت معلومه كويسه جدا ان انت تكون عارف ان في حاجه اسمها الاسمبلي، وفي حاجه اسمها الاسمبلي لانجوج، وديت برضو احد لغات البرمجه الصعبه جدا عشان هي تتعامل بشكل اقرب مع الاصفار والوحدات اللي هي الزيروز والوانز. ده بخصوص الاسامي. تمام. تمام. طيب، السؤال الشهير اللي بيسالوه، هو الكمبيوتر ذكي ولا غبي؟ يعني من اجاوب انا. يعني جاوب انت واي حد حابب يجاوب يجاوب. قول لي يا باشا، الكمبيوتر ذكي الكمبيوتر ولا غبي؟ بينفذ الاوامر اللي احنا بنديها له بالحرف. يعني مثلا حتى لو مم. في حرف، لو كابيتال حطينا سمول مش هيتنفذ، بينفذ كل حاجه على حسب اللي انت عاوزه بالظبط. مم. يعني برضه ذكي ولا غبي؟ اظن ان هو هيكون غبي، يعني هو اظن ان حتى هو ما هيكون غبي. بيحاولش يحسن يعني من الافكار. ايوه. هو عموما يعني الكثير بيؤيدك الراي في هذا الامر، في ان هو غبي جدا. انا شايف ان هو غبي جدا في اللي ما يعرفهوش او مش ما عندهوش تفاصيل كامله عنه، وذكي جدا في اللي يعرفه ومتعلمه كويس. فانا شخصيا انا مع التعريف اللي بيقول ان الكمبيوتر دوت ذكي جدا وفي نفس الوقت هو غبي جدا. يعني لو شرحت له اللي انت عاوزه بالظبط هيعمله لك بدقه وكفاءه وسرعه لا تتخيلها. لو لخبطت في حاجه واحده صغيره بسيطه هو مش هيقدر يفهم الكلام ده. وزي المثال اللي انت قلته، زي مثلا لما احنا كنا فور اكزامبل بنعرف متغير، وقلنا مثلا ديم، وانتوا بتدرسوا مثلا فيبي دوت نت، قلنا ديم اكس بتساوي كذا. لو احنا قلنا اكس سمول بالغلط هو مش هيقدر يفهم ان دي هي دي، لان بالنسبه له السمول مختلفه خالص عن الكابيتال. فهو غبي في امر زي ده. غبي مثلا زي قالك لو انت دخلت الكمبيوتر وقلت له اعمل لي سندوتش جبنه، هو مش هيعرف يعمل لك سندوتش جبنه. الكمبيوتر يعرف يعمل لك سندوتش جبنه في حاله واحده بس، لما تديله كل الخطوات كامله واحده واحده. ان انت مثلا تقول له امسك الفينو، امسك السكينه، افتح الفينو بالسكينه من الجنب، افتح برطمان الجبنه او افتح علبه الجبنه، خد من علبه الجبنه، حط الجبنه في الفينو، خلاص انت كده عملت سندوتش فينو. فهو ذكي جدا، ذكي جدا لما انت تديله التعليمات الكامله اللي هو محتاج يعرفها. لما تديله كل التفاصيل هيعمل لك الشغل بتاعك بكفاءه عاليه جدا لا تتخيلها. وغبي جدا ان هو ما عندوش بربع جنيه تفكير، لانه اصلا زي ما انت قلت هو ما بيعملش حاجه اصلا من دماغه، هو ما بيعملش حاجه من نفسه، هو بينفذ الحاجات اللي انت قلت له عليها ان انت محتاج ان هو ينفذها. فهو مش ذكي ولا غبي، هو في الغالب بينفذ الاوامر او التعليمات اللي انت اديتها له وكلمته عليها. تمام. طيب، تعالوا دلوقتي بقى نتكلم في توبيك جميل لذيذ لطيف حلو، الناس كلها بتدرسه وبتشرح. الالجوريزم، اللي هي معناها بالعربي الخوارزميه. طيب، الالجوريزم ديت ماده من المواد اللي بتدرس في اي كليه مهتمه بعلوم الحاسب الالي. اي كليه مهتمه بعلوم الحاسب الالي لازم تكون بتدرس ماده الالجوريزم، او معناها باللغه العربيه اللي هو الخوارزميه. طيب، ايه بقى فايده الالجوريزم وايه فايده الخوارزميه؟ وممكن برضه تسال نفس السؤال اللي اتسالته من شويه، هو انا حاجه زي الالجوريزم دي
لازم ابقى شاطر فيها وممتاز فيها عشان اعرف اشتغل في مجال البرمجه او مبرمج؟ ده سؤال احنا ممكن نجاوب عليه شويه، ممكن نجاوب على السؤال ده بعد شويه. بس خلينا نتكلم على الالجوريزم او الخوارزميه. ايه المقصود بالالجوريزم والخوارزميه؟ الفكره كلها تكمن في ان انت دلوقتي لو قلت لك انا عاوز اعمل كوبايه شاي، انا عاوز اعمل كوبايه شاي، فانت هتقول لي التاني. رقم واحد، هات كوبايه وحط فيها سكر. رقم اتنين، حط فيها شاي. رقم ثلاثة، سخن المية في البويلر. رقم أربعة، حط المية على السكر والشاي. رقم خمسة، قلب المية والسكر والشاي. رقم ستة، كوباية الشاي جاهزة، أنت تقدر تستخدمها. طيب، الفكرة بقى، الخطوات ديت أنا واحد عايش في مصر ومشيت على الخطوات ديت وقدرت في النهاية أعمل فعلا كوباية الشاي اللي أنا عاوزها. الخوارزمية ديت أو الخطوات ديت لو أنا اديتها لواحد عايش في اليابان ومشي عليها، برضه في النهاية هيقدر يعمل ويحضر كوباية الشاي برضه. ولو الخطوات ديت راحت لواحد عايش في إيطاليا وطبقها 1 2 3 4 5 6، في النهاية برضه هو هيكون قادر إن هو يحضر كوباية الشاي اللي مطلوبة. فالخوارزمية ديت ببساطة واختصار هي عبارة عن مجموعة من الخطوات، مجموعة من الخطوات اللي أنت لو اتبعتها ومشيت عليها خطوة خطوة هتوصل للنتيجة اللي هي محددة مسبقا. يعني مثلا ديت كده خوارزمية اللي هي بتعمل كوباية الشاي، فلو أنت طبقت الخوارزمية ديت أنت هتوصل لكوباية الشاي. ممكن خوارزمية تانية إن أنت مثلا لما بتصحى من النوم الصبح، حاجة مثلا أنت بتعملها كل يوم قبل ما تروح مدرسة، والله الساعة 6 المنبه بيرن. رقم اتنين، بتفتح عينيك وتقوم من على السرير. رقم ثلاثة، تدخل الحمام تغسل وشك وأسنانك. رقم أربعة، تلبس لبس المدرسة. رقم خمسة، تنزل الشارع. وممكن في الحالة ديت يبقى أنت قدامك اختيارين، والله إن أنت نزلت متأخر أو إن أنت نزلت بدري. لو أنت نزلت بدري أنت ممكن تلحق تركب الباص بتاع المدرسة وتروح المدرسة بتاعتك. طب لو أنت نزلت متأخر، أنت محتاج إن أنت قدامك حاجة من الاثنين، يا إما أنت تمشي يا إما تركب مثلا تاكسي. فالخوارزميه هي مجموعه من الخطوات اللي انت لو مشيت عليها وطبقتها كده او كده هتوصل للنتيجه الحتميه اللي مرجوه ومنتظره من الالجوريزم ده. وهيجي عليك وقت برضو من الاوقات في الخطوات بتاعتها هتاخد قرارات. زي ما قلت لك ان انا في المرحله الخامسه ان انا نزلت قدام البيت، هبص في الساعه الباص جه ولا لسه. الباص لسه ما جاش يبقى هستناه واروح في الباص. طب الباص جه يبقى انا قدامي حاجه من الاثنين، يا اما همشي يا اما هشوف ان انا ممكن اركب تاكسي عشان ما اتاخرش على المدرسه اللي رايحه. فالخوارزميه او الالجوريزم ببساطه واختصار هي عباره عن زي ما قلت لك مجموعه من الخطوات اللي بتمشي عليها، معاك الانبوت وهتعمل البروسيسنج عليها لحد ما تخرج معاك الاوت بوت. طيب احنا كده هنيجي ندرس يعني انا هستخدم بقى الخوارزميات ديت ازاي. الخوارزميات ديت بتستخدم في الشركات والتطبيقات الكبيره زي مثلا اليوتيوب. لو انت مثلا بتعمل محتوى بتنزله على اليوتيوب يقول لك والله لما تيجي تعمل المحتوى اعمله مثلا من 3 دقائق ل5 دقائق، ولما تيجي تنزله نزله من الساعه كذا للساعه كذا، علشان ده هيساعد الخوارزميات او الالجوريزمز بتاعه اليوتيوب ان هي توزع الفيديو بتاعك اكتر. طيب ده معناه ان اليوتيوب اصلا عنده الالجوريزم بتاعه اللي هو بيرن وبيشغله يوصل من نتيجه واحد لنتيجه اثنين لنتيجه ثلاثه لحد ما يوصل للاوت بوت اللي هو هيطلعه في النهايه. واهم ما يميز الالجوريزم ان زي ما قلت لك ان هي خطوات ثابته وواضحه، اي حد يقدر يطبقها في اي وقت هيوصل للنتيجه اللي هي محدده مسبقا من الالجوريزم. لما ان شاء الله نبدا نفتح الفيجوال ستوديو كود او الفيجوال ستوديو نبدا نكتب اكواد، لما نيجي نعمل ديزاين للبرنامج بتاعنا، وانا حابب النهارده نبدا نكتب في الاكواد ونتعرف على بعض الاكواد. لما نخش في الكود وفي الديزاين بتاعنا هتبان اهميه حاجه زي الالجوريزم. طيب، قبل ما امشي من التوبيك ده، في اي سؤال، في اي حاجه مش واضحه، في اي حاجه عاوز تفهمها بشكل عام خاصه بالحته دي؟ كله يا تمام؟ استاذنا مثلا الالجوريزم ده بيستخدم مثلا وانت جاي تكتب الكود. يعني مثلا سمعت واحد وانا كنت بتدرب مثلا على لغه بايثون يجي يقول لك مثلا مم. طريقه الحل هتكون بالطريقه الفلانيه، ممكن تحلها بطريقه تانية، ممكن تحلها بطريقه ثالثه، صح؟ مم. صح. بتكون كده يعني. ممكن. شوف، هي الفكره في الالجوريزم
زي ما قلت لك مش مستخدم غير في الشركات الكبيره. يعني انا مثلا بقى لي 11 سنه في المجال ما استعملتش الالجوريزمز او ما قربتش من الالجوريزم. يعني حجم البيزنس او الابلكيشنز او التطبيق اللي انت بتعمله ما هوش محتاج قوه بتاعت حاجه زي الالجوريزم ده. الالجوريزم بيستخدم في البيزنس الكبير. يعني مثلا انت بتعمل مثلا تطبيق او ابلكيشن هيخدم على بنك، تمام؟ فحاجه زي البنوك دي حاجه فيها فلوس، فالالجوريزم بالنسبه لك هيبقى مهم جدا عشان هيقعد يقول لك على خطوات من السكيورتي. يعني مثلا قبل ما تيجي اي عمليه، يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، وارد جدا يكون اي حد فيكم راح للمكنه الاي تي ام وحط الكارت وعمل انه عاوز يسحب ال 5000 جنيه مثلا، وجات له رساله الخصم والفلوس ما طلعتلوش من المكنه. حلو، جات له رساله الخصم والفلوس ما طلعتلوش من المكنه، ودي حاجه بتحصل كتير جدا مع كذا حد في اكتر من بنك. بيكون في مثلا مشكله في المكنه فالفلوس ما بتطلعش. في البيزنس بقى او في التطبيق او في الكود اللي مكتوب في التطبيق بتاع البنك، انه مثلا ايه بيكتب بقى بيشيك على كل حاجه. رقم واحد، اتاكد ان تم خصم الفلوس من الرصيد كذا. رقم اتنين، اتاكد ان الفلوس طلعت. رقم ثلاثه، هات بقى الرصيد اللي فاضل. يعني مثلا هفترض ان البنك كان فيه 1000 جنيه وانت بتسحب 100 جنيه، فانت اعمل تشيك شوف كده ال 100 جنيه اتخصمت ولا لا. فال 100 جنيه اتخصمت، بعد كده اعمل تشيك شوف فاضل كام في حساب البنك. لازم يبقى فاضل في حساب البنك كام؟ 900. لان لو فاضل اكتر من 900 معناها ان الفلوس ديت ما اتخصمتش، ومعناها ان انت جات لك الرساله بس الفلوس ما طلعتلكش. في حاله زي كده هنا بتيجي قوه الالجوريزم او الخوارزميه، ان انت عندك خطوات لازم تطبقها وتعملها. احنا لما بنشرح الالجوريزم ونقول تعمل سندوتش جبنه او تحضر كوبايه شاي، فده مثال بسيط عشان تفهم الكونسبت او الفكره او ما وراء الالجوريزم. لكن الالجوريزم حقيقه في البيزنس وفي الشركات الكبيره والشركات العملاقه بتبقى خطوات مثلا من السكيورتي والسيفتي والفاليديشن والتشيك. ان انا زدت لك حاجه مثلا زي الفلوس وزي البنك، ده ابسط مثال. انا حساب البنك كله فيه 1000 جنيه، جت عمليه ان واحد عاوز يسحب 100 جنيه، خلاص بعت له رساله انه تم خصم ال 100 جنيه. قبل ما اكمل الدنيا واكمل الحياه لازم انا اعمل تشيك واروح ادور واشوف فاضل في البنك اصلا كام، عشان لو فاضل اي رقم غير ال 900 يبقى انا كده عندي مشكله. لو فاضل اقل من 900 يبقى معناها ان الراجل ده اخذ اكتر من 100 جنيه. لو فاضل اكتر من 900، لو فاضل ال 1000 زي ما هي مثلا، الكلام دوت معناه ان الراجل ده ما سحبش ال 100 جنيه بتاعته اصلا. فانا عاوزك تفهم الالجوريزم ككونسبت، عاوزك تفهم الالجوريزم ككونسبت، ما تضايقش دماغك معاه على الامثله الصغيره اللي احنا اتكلمنا فيها. الالجوريزم ده يا جماعه مجموعه من الخطوات، مجموعه من السيتنجز، كتالوج. كتالوج بتمشي عليه لو انت عاوز توصل لكذا امشي على خطوات 1 2 3 4 5. الالجوريزم في الشركات الكبيره بيجي لك بقى الجوريزم من تيم البيزنس او السيستم اناليسيس اللي بيحلل النظام ويقول لك انت محتاج تعمل 1 2 3 4 5 6. وزي ما قلت لك بيكون في الشركات الكبيره اللي بتعمل منتج كبير. وخليك فاهم ان مش كل شركات البرمجه بتعمل منتجات كبيره. في شركات برمجه موجوده بس عشان تعمل ويب سايت لسنتر كورسات، ويب سايت لمستشفى، ويب سايت لاداره سوبر ماركت، ويب سايت او موقع زي الكاشير اللي موجود في المطاعم. ده بيزنس او ده ابلكيشن مش كبير ومش عملاق ومش هتستخدم فيه حاجه زي الالجوريزمز. بس لازم تبقى فاهم الالجوريزمز عشان دي حاجه ممكن في اوقات كتير تحتاج لها. ممكن تشتغل في مره في تاسك او بتعمل تطبيق يكون في دافع فلوس فهيكون في حساسيه اكتر، فانت لازم وقتها يكون في الجوريزم انت بتمشي عليه وبتتبعه. تقريبا النوع التاني من فيجوال ستوديو كود. احسنت، ممتاز. شوف ده التاني من الفيجوال ستوديو. في فيجوال ستوديو وفيجوال ستوديو كود. الفيجوال ستوديو كود دوت اخف كده ولايت ومناسب جدا لو حد بيتعلم، ومناسب جدا لو انت بتعمل تصميم بتكتب عليه حاجه زي البايثون وما الى ذلك. لكن لو انت بتعمل بقى بروجكت كبير وكده انت هتستخدم الفيجوال ستوديو لان ده فيه فيتشرز اكتر وفيه تول اكتر وهو اقوى. تمام، تعالى نعمل بروجكت ونسميه ماي اكزامبل. عاوز نراجع حاجه مهمه جدا قبل ما نخش ان شاء الله في المنهج بتاعنا. عاوز نراجع
مفاهيم كانت موجوده ودرسناها قبل كده، علشان دي حاجه لا غنى عنها ان انت تكون تعرفها. مفاهيم زي السنتكس ايرور، وزي اللوجيكال ايرور، وزي الران تايم ايرور، مفاهيم زي الفاريبلز، مفاهيم زي الاف والالس، مفاهيم زي الفور لوب والوايل والدو وايل. حابب اكتر ان احنا نقرب للموضوع ده. فاكرين وانتوا بتدرسوا برمجه قبل كده انواع الايرورز او انواع الاخطاء؟ تعالى نرجعها. اول حاجه السنتكس ايرور او الخطا النصي. انا عاوزكم يا شباب تركزوا جدا في اللي احنا بدانا نشرح فيه دوت، لان احنا خلاص بدانا نفتح بقى وهنكتب كود. طيب الكود اللي انا بكتبه دوت بلغه ايه؟ مش مهم الكود اللي انا بكتبه دوت بلغه ايه، لان انا في الفيديو بتاع النهارده زي ما قلت لكم انا بشرح لكم الفكره. اللغه اللي انا بكتب بيها دي لغه اسمها سي شارب. لو انتوا فاكرين اللي انتوا درستوه في اعدادي، درستوا ماده درستوا لغه البرمجه اسمها الفي بي دوت نت. الفي بي دوت نت هي بنت عم لغه السي شارب. طيب حد عاوز يسال اسئله كتير جدا في بالكم دلوقتي. هي السي شارب ايه علاقتها بالبايثون او علاقتها بالجافا سكريبت؟ هقول لك بقى، احنا كده وصلنا للنقطه المهمه خالص، وهي انواع لغات البرمجه. البايثون لغه من لغات البرمجه، السي شارب لغه من لغات البرمجه. فممكن يجي في بالك السؤال التاني، طب ايه اقوى او ايه افضل او ايه اسرع؟ وارد عليك الرد التقليدي: مفيش حاجه اقوى على الاطلاق ولا حاجه اسرع على الاطلاق. يعني ايه؟ يعني حسب نوع التطبيق اللي انا هعمله. والله في تطبيقات اللي هي خاصه بالذكاء الاصطناعي والبيزنس اناليسيس والبيج داتا. التطبيقات دي كلها في الغالب هيكون الافضل ان انت تعمل التطبيق بتاعها بالبايثون. وفي تطبيقات تانية، تطبيق بنوك، سيستم اداره مطارات، التطبيقات ديت وارد جدا يكون الافضل ان انت تعملها بلغه زي اللي انا بوريها لك، اللي هي لغه السي شارب دي. فديت اول حاجه عاوزك تفهمها، وركزوا معايا يا شباب على الكونسبت. اول حاجه عاوزك تفهمها بالنسبه للغات البرمجه: لغه البرمجه ما هي الا اداه ما بيني وما بين البروسيسور. اداه ما بيني وما بين البروسيسور. انا عاوز اعمل ويب سايت، لما يضغط على كذا يحصل كذا. فانا هكتب الكود دوت بلغه البرمجه ديت. ولغه البرمجه كل ما تبقى قريبه من الانجليش كل ما تبقى كده سهله. في لغه البرمجه ديت انا هكتب الاكواد بتاعتي عشان تنفذ لي البيزنس بتاعي اللي انا عاوزه. اكتب بانهي لغه برمجه، ده الاختيار دوت بيرجع لك. هل في لغه برمجه افضل من لغه برمجه؟ على المطلق، في المطلق لا. يعني ما اقدرش اقول ان الجافا سكريبت احسن من البايثون، ما اقدرش اقول ان البايثون احسن من السي شارب. انا اقدر اقول ان انا لو انا بعمل بروجكت هيعمل واحد اثنين ثلاثه، الافضل ان انا اشتغله بالبايثون. لكن لو انا هعمل ابلكيشن بيعمل واحد اثنين ثلاثه، ففي الحاله ديت الافضل ان انا اشتغل بالسي شارب فور اكزامبل. تمام؟ طيب. فاحنا لما جينا نتكلم في البرمجه، الاخطاء اللي انا بقولها ديت في اي لغه برمجه. عشان كده انا بقول لك ما تركزش انا فاتح انهي لغه برمجه، لان انا مش الهدف بتاعي دلوقتي اكتب برنامج واشغله. انا الهدف امهد معاك شويه بيزكس، عشان باذن الله ان شاء الله بمجرد المنهج ينزل انا عاوز على طول كل درس له علاقه بالكود افتح قدامكم الابلكيشن ونبدا نكتب الاكواد. ولو حد فيكم عاوز يتعمق اكتر ده يبقى شيء كويس جدا، ممكن حتى اوريكم بروجكتات حقيقيه من اللي هي موجوده، البروجكتات اللي بفلوس كتير دي. تمام؟ طيب. انواع الاخطاء اللي بتواجهني وانا بكتب كود ثلاث انواع. اول حاجه الخطا النص، وده اسهل خطا. يعني ايه اسهل خطا؟ لان انا بكتشفه في وقتها. انا مثلا المفروض مثلا بقول انت اكس بتساوي صفر، او انت اكس بتساوي واحد مثلا. طيب لو انا جيت اقول اكس بتساوي، وعاوز اكتب هنا محمود ما بين دبل كوتيشن، حلو. شايف انا ايه اللي ظاهر لي هنا؟ انا ظاهر لي ايرور. الايرور اللي ظاهر لي دوت اسمه سنتكس ايرور، خطا نصي. او عشان نوضح الخطا النصي بقى بالظبط تماما، لو انا مثلا جيت اقول انت وكتبت بعدها كلمه اس، فانا هنا ظاهر لي خطا نصي، اللي هو اصلا البرنامج مش هيعمل كومبايل ومش هيرن الكود دوت،
لان انا دلوقتي كاتب النص او الكوماند، انا كاتب الامر البرمجي نفسه بشكل خاطئ. وزي ما قلت لكم دوت اسهل نوع من انواع الاخطاء عشان انا بقدر اكتشفه بسهوله. طيب ايه الخطا اللي انا عملته هنا؟ اللغه ديت المتغيرات فيها لما تعرفه من النوع اكس وتحط فيه واحد، تعرفه من النوع انتجر عفوا وتحط فيه واحد، فانا ما ينفعش اجي احط فيه نوع تاني زي مثلا اللي ده اللي هو سترنج اللي ما بين الدبل كوتيشن. زي ما قلت لكم مالكوش دعوه بالكود دوت بيتكتب بلغه ايه، لان انا حاليا بشرح فكره، بشرح كونسيبت. بقول لك ان الخطا النصي دوت ان انا اجي اكتب كلمه بشكل اصلا مش مظبوط او مش صحيح، ده الخطا النصي. طب ليه الخطا النصي هو اسهل خطا؟ لان انا اصلا دلوقتي خلاص ظاهر لي تحتها خط احمر، الكومبايلر نفسه او الاي دي اي او الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت او بيئه التطوير اللي قدامي ديت اصلا هو رافض ان انا اكمل الامر بالشكل دوت، وبيقول لي انت كده عندك خطا نصي، انت كاتب الكود نفسه غلط. طيب تاني نوع من انواع الاخطاء هو الخطا اللوجيكال، الخطا المنطقي. طيب ليه الخطا المنطقي او ايه هو الخطا المنطقي؟ طيب خلونا مثلا نقول كده، هو مساحة المربع كام؟ مساحة المربع كام يا شباب؟ أو مساحة المستطيل كام يا شباب؟ الطول في العرض؟ شباب حد يقول لي مساحة المستطيل إيه؟ الطول في العرض صح؟ الطول في العرض. صحيح؟ طيب أيوة. أنا بقى دلوقتي هديك مثال على خطأ لوجيكال، خطأ منطقي، عن طريق إن أنا هقول انت اكس بتساوي 5، ده طول الضلع الأولاني، وانت واي يعني من نوع انتجر بتساوي 6، ده طول الضلع الثاني، وانا هعرف انت اريا ديت المساحه بتساوي اكس زائد واي. حلو؟ حلو. طيب طبعا هو معترض عشان في عشان في هنا فاريبل تاني اسمه اكس. شايفين التعريف ده؟ انا هنا عملت ايه؟ انا هنا عرفت متغير وسميته اكس وقلت له ده من النوع الارقام الصحيحه وحطيت فيه 5، وهعتبر ان دوت الطول، هعتبر ان ده الطول. وعرفت متغير تاني اسمه واي من النوع انتجر يعني يبقى الاعداد صحيحه وحطيت فيه 6 واعتبرت ده العرض. طيب لو انا عاوز احسب بقى المساحه مظبوط، لو انا عاوز احسب المساحه مظبوط المفروض يبقى انت اكيوريت اريا، يعني الاريا المظبوطه المفروض يبقى ايه؟ اكس في واي. بس انا ما كتبتش ده، انا ما كتبتش ده وكتبت ده. طيب السؤال بقى هنا، هل انا لما اجي ارن البرنامج ده هيرن؟ اه هيرن. هل هيظهر لي هنا ايرور زي الخطا السنتكس؟ لا مش هيظهر لي ايرور زي الخطا السنتكس. طب ايه المشكله اللي هنا؟ المشكله ان انا هبقى عامل برنامج بيطلع نتائج غلط، لان المفروض ان مساحه المستطيل بتبقى عباره عن اكس في واي. انا بقى حطيت اكس زائد واي، انا حطيت اكس زائد واي، فمعناها ان البرنامج هيرن وهيشتغل وهيطلع نتيجه، ولكن النتيجه اللي هيطلعها هتبقى نتيجه مش مظبوطه. ودوت بالمناسبه يعني عندنا في الشغل وفي البرمجه بشكل عام ده من اسوأ الاخطاء، الخطا اللوجيكال او الخطا المنطقي دوت من اسوأ الاخطاء. طيب ايه اللي بيخلي مبرمج يقع في خطا منطقي اصلا؟ ان هو ما بيبقاش فاهم التاسك بتاعته صح. لو انت فاهم التاسك بتاعتك صح هتعمل الحسابات بتاعتك والكالكوليشنز بتاعتك صح. فلو انت مش فاهم التاسك او مش فاهم الميشن او الحاجه اللي انت المفروض تعملها، لو انت مش فاهمها صح فانت ممكن تقع في الاخطاء المنطقيه. ده الخطا المنطقي، ده الخطا المنطقي. واضح الخطا المنطقي؟ حد عاوز يسال في حاجه فيه؟ يا استاذنا هو في مثلا في حاجات اعلى من كده مثلا، لو في مثلا اي نوع من اعلى من كده عشان حاجه بسيطه جوه يعني مش موصله الفكره كامله. اه يعني عاوز مثلا تفهم الخطا المنطقي اكتر. الخطا لو الخطا في مثال اعلى يعني. هو من اسهل من افضل الامثله هو موضوع الطول والعرض دوت. ممكن مثلا
ممكن مثلا لو احنا بنعمل برنامج بيحسب نتيجه الطلبه ويشوف الطالب دوت ناجح ولا راسب. فانا عندي طالب هياخد مادتين، عندي طالب هياخد مادتين، تمام. هيدخل درجه الماده الاولى ولتكن مثلا 25، ودرجه الماده الثانيه 25، والمادتين اصلا المفروض ان هم من 30. فالمفروض ان الطالب دوت نتيجته انت student results، نتيجه الطالب دوت المفروض ان هي بتساوي 25 زائد 25 كام؟ 50. ده نتيجه الطالب، والمفروض النتيجه النهائيه للمواد الماده 30 زائد 30 كام؟ يبقى 60. لحد هنا تمام؟ انا بقول دي الدرجات اللي الطالب، انا قلنا عندنا مادتين من 30، الطالب جاب 25 في كل ماده، يبقى كده مجموع الدرجات اللي هو جابها كام؟ 25 زائد 25، صح؟ ايوه. طيب والمادتين اصلا الماده الواحده من 30، يبقى كده المجموع النهائي بتاع المادتين كام؟ 30 زائد 30 يبقى 65. كام؟ 60. طيب حلو بقى خالص. انا دلوقتي بقى ايه؟ قالوا لي اعمل لنا برنامج بدل ما ادي للطالب جاب كام، عاوز اقول له انت ناجح ولا راسب، عاوز اقول له انت ناجح ولا راسب على طول. فانا مثلا بقى ايه؟ هعمل كونديشن واقول والله، او هكتب شرط واقول لو الراجل دوت جايب فوق، بما ان المادتين من 60 فلو هو جايب فوق ال 30 ينجح. طب لو انا حطيت الكونديشن وقلت لو هو جايب فوق ال 20 ينجح، ده كده خطا برضو لوجيكال او خطا منطقي. فالطالب دوت هتطلع له النتيجه، هيبقى الطالب دوت جايب 40 او جايب اقل من النص، وطلع له ان هو ناجح. طيب ده حصل ليه؟ لان المعادله اللي بتحسب الحسبه اصلا، اللي بتعمل اللوجيك اصلا مكتوبه غلط. وزي ما قلت لك اشهر مثال بتاع المساحه ده كده يجيب لي مثلا مساحه المثلث، لكن انا عاوز اجيب مساحه مربع. فده الخطا اللوجيكال، ان انا هكون كاتب كود، الكود هيشتغل بس النتائج هتطلع مش مظبوطه. ليه النتائج هتطلع مش مظبوطه؟ لان انا حطيت الشرط او حسبت الحسبه غلط، لان انا مثلا هنا طبقت القانون بتاع المساحه غلط. قانون المساحه المستطيل انا طبقته غلط، فبالتالي البرنامج اشتغل وبعت البرنامج للناس وقلت لهم ده برنامج بيجيب مساحه المستطيل، هيدخلوا الطول والعرض، هيدخلوا 5 و6 ومنتظرين يشوفوها 30، هترجع لهم 11. فانت تقول لهم البرنامج شغال، خلي بالك البرنامج شغال، ولكن النتائج اللي بيرجعها البرنامج دوت مش مظبوطه. ده الخطا اللوجيكال. وبعد كده هنكتب اكواد اكتر وهيبان اكتر، بس انا عايز تعرف ان الخطا اللوجيكال دوت مشكلته ورخامته ان انت لما تيجي ترن البروجكت هيرن، لما تيجي تشغل البرنامج هيشتغل. فده هيديك ايحاء ويخدعك عشان هتحس ان انت البرنامج بتاعك مظبوط وما فيهوش مشاكل. لكن لما يجي يشتغل ويطلع نتائج هتلاقي ان النتائج بتاعته اللي بيطلعها ديت مش مظبوطه. عشان كده دايما في الشركات بتاعت السوفت وير عندنا دايما بيكون في تيم كامل اسمه تيم التست او الاختبار، او بيسموه الكواليتي كنترول، اللي هو تيم الجوده. ده بقى اللي انت بعد ما بتخلص شغل بيقعد يجرب عشان يطلع الاخطاء اللي زي دي. يعني انت ان شاء الله باذن الله لما ربنا يكرم وتشتغل في شركه، انت الشغل اللي انت بتعمله في مهندس تاني كده اسمه كيو سي او تيستنج او تيستر، او اللي هو بيعمل التيست او الاختبارات، او بيسموه مهندس الجوده. ده هيكون كل هدفه ان انت الشغل اللي انت تخلصه هو هيقعد يجربه مره واثنين وثلاثه ويفترض سيناريوهات ويجرب كل حاجه. تمام؟ تمام. طيب الخطأ الثالث، وده برضو خطأ بايخ شوية بس أقل خطورة من اللوجيكال، اللي هو خطأ وقت التشغيل، أو اللي بيسموه الران تايم ايرور. الران تايم ايرور. طيب مثال، ممكن أكتب لك مثال لكود دلوقتي، الكود ده هيسبب مشاكل في الران تايم ايرور. هقول مثلا انت اكس بتساوي 1، حلو، وهقول طبعا هو معترض هنا على اكس ليه؟ ده كده بالمناسبه ده كده خلاص خطا سنتكس ايرور، لان في فاريبل متعرف فوق اسمه اكس، تقول لي ما تسموش اكس. طيب انا هسميه ايه؟ طبعا الفاريبلز واللي انا بعمله دوت هنتكلم فيه باستفاضه كامله شامله في فيديوهات كتير لما المنهج ينزل ويكون موجود، لكن انا زي ما قلت لكم حاليا انا بوصل لك بس فكره.
انا عاوز اوصل لكم في نهايه السيشن ديت انواع الاخطاء اللي هتقابلنا. اول خطا قلنا الخطا النصي، وده اسهل خطا، لان انا اصلا هاجي اقوم واشغل البروجكت. كلمه نشغل عندنا في المجال اسمها نرن. لما اجي رن، حتى لما تيجي تشتغل مثلا على بايثون على البراوزر، في بتلاقي زرار تشغيل اسمه رن. فانا لما اجي رن البروجكت او لما اجي اشغل المشروع بتاعي مش هيشتغل اصلا، لان في سنتكس ايرور. تاني خطا اللي هو الخطا اللوجيكال، وده اسوأ نوع، علشان الكود بتاعي هيحصل له كومبايل وهيحصل له رن، بس هيطلع نتائج للاسف مش مظبوطه، لان انا معتمد على قوانين او حسبه مش مظبوطه. طيب الخطا الثالث هو خطا اللي هيحصل وقت التشغيل. يعني ايه؟ يعني الايرور مش هيظهر معايا وانا بكتب الكود هنا. هقول مثلا انت ايه بتساوي 1، وانت بي بتساوي 1، تمام، وانت سي بتساوي A ناقص B. حد يعرف يقول لي لحد هنا سي ديت قيمتها هتبقى ايه؟ ببساطه انا عرفت متغير اسمه A وحطيت فيه 1، وعرفت متغير اسمه B وحطيت فيه 1، وبعد كده قلت سي بتساوي A ناقص B. يعني سي ديت هتساوي ايه؟ 1 ناقص ايه؟ 1. صحيح؟ يعني انا قيمه سي حاليا ديت المفروض يكون فيها كام؟ 0. 0. يا عيني عليك. طيب لو انا بقى جيت اقول انت دبليو مثلا بتساوي 1 على سي، ده هيعمل ران تايم ايرور. ليه هيعمل ران تايم ايرور؟ 1 على سي ديت معناها ايه؟ 1 على كام؟ على 0 يعني غير معرف. يعني غير معرف. يعني دلوقتي من الاخر الكود ده لما يجي يرن، الكود ده كده مبدئيا كده ما فيهوش سنتكس ايرور، لان انا كاتب ايه مظبوط وكاتب انت مظبوط ومديله فاليو. ما فيهوش سنتكس ايرور. ما فيهوش لوجيكال ايرور، لان انا اصلا ما عنديش قاعده، ده انا قلت سي بتساوي ايه ناقص بي. ولكن موجود فيه الايرور، انه نوع من الايرور اللي هو الرن تايم ايرور، اللي هو الايرور اللي هيحصل في وقت التشغيل. لان انا الكومبايلر هيمشي كالتالي. اول حاجه هيجي ينفذها، هيقول ايه بقى فيها 1. طيب ده شيء جميل. وبعد كده هيجي هنا يقول بي بقى فيها 1، تمام. وبعد كده هيجي هنا يقول سي بتساوي 1 ناقص 1، يعني سي بتساوي 0. لما اجي هنا هلاقي نفسي بحاول احط قيمه في الدبليو اللي هي 1 على سي. 1 على 0 ديت ليس لها معنى، ودي حاجه اصلا الكومبايلر مش هيسمح ان هي تحصل. يعني لو انا عامل بروجكت وفي المعلومه ديت بقى بتعمل ايه؟ كوارث. طيب ممكن يجي في بالك سؤال بتحلوها ازاي في الشغل؟ ممكن يجي في بالك سؤال، طب يا باشمهندس انتوا بقى في الشغل بتحلوها ازاي؟ هقول لك ببساطه واختصار. قبل ما انفذ الخطوه ديت بقوم جاي حاطط هنا ايه؟ تشيك. تشيك او اللي هو شيك، اللي هو اختبر القيمه. بعمل تشيك ان سي لا تساوي 0. بعمل اف كونديشن ان سي لا تساوي 0. لما تكون لا تساوي 0 نفذ الخطوه ديت. طب لو تساوي 0 ارجع له بقى مسج اقول له لا والله مش هينفع علشان انت عندك كذا او كذا او كذا. فالران تايم ايرورز هي الاخطاء اللي هتحصل وقت التشغيل. انا دوري كديفلوبر او كمبرمج او كواحد بيكتب كود ان انا بقى ابدا اعمل التشيك او اعمل الفاليديشن، ان انا ابدا اراجع البيانات ديت علشان ما يحصليش ايرور وقت التشغيل. تاني يا شباب، طبعا دي اللاندنج بيج او الصفحه البدائيه بتاعت لغه البرمجه اللي هي السي شارب، اللي هي مش لنا اي علاقه بيها، ولكن انا بتكلم في حاجه عامه في البرمجه بشكل عام. انواع الاخطاء اللي هتقابلك وانت بتكتب كود، 3 انواع من الاخطاء. السنتكس ايرور، وده اسهل نوع، لان انت هيظهر لك خط احمر تحت الكلمه اصلا وانت بتكتب الكود، فحاجه شغاله هيقول لي لا والله انت عندك اصلا مشكله. فده السنتكس ايرور، الخطا ان يكون كاتب حاجه غلط. طيب اللوجيكال ايرور هو اصعب انواع اللوجيك، لان انا للاسف هعمل عمليه وهتطلع لي ناتج، الناتج مش هيكون صح لان انا استخدمت قانون مش صح. طيب الران تايم ايرور، وده الاخطاء اللي بتحصل في وقت التشغيل، وده اشهر وابسط مثال على الران تايم. ابسط واشهر مثال ان القسم على 0 غير صحيح. فتخيل بقى ان انا وانا بكتب الاكواد ديت في مرحله من المراحل بقى عندي متغير فيه قيمه 0، فانا كده اقسم على 0، فبالتالي الكمبيوتر هيقول لي لا والله
مش هينفع ان احنا نعمل لك الكلام ده. طيب كلير. انا شايف ان احنا نقف لحد النقطه ديت في انواع الاخطاء اللي بتقابلنا واحنا بنكتب كود، وباذن الله ان شاء الله من اول السيشنز الجايه احنا خلاص حياتنا كلها هتبقى هنا. كفايه بقى مفاهيم وكفايه بيزكس، هنبدا نكتب اكواد ونبدا فرصتنا ان احنا لسه المنهج ما نزلش. فاي فكره موجوده في بال اي حد فيكم ممكن نحضرها. يعني ممكن قبل ما نعمل السيشن نقول احنا هنشرح النهارده 1 2 3 ونخش نتعامل مع الاكواد ونبدا نعمل الكلام ده. ولو انتم مهتمين وحابين انا ممكن بعد كده اديكم تاسكات، او يعني تاسك دي حاجه زي واجب يعني ايه، بس هي في الشغل اسمها تاسك. ممكن اديك حاجه زي واجب لو انت مهتم وعاوز تتمرس عليها وتتعلمها. ده يكون شيء كويس جدا، هيساعدك في ان انت تجيب الدرجه النهائيه باذن الله في الماده ديت. وفي نفس الوقت انت بتستثمر في نفسك، علشان اللي حابب منكم يكمل في مجال السوفت وير اللي بيحصل ده دوت البيزكس دوت بناء الفكر. انت بتفكر ازاي؟